لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. لقد ثبت في التاريخ أن لكل أمة ذكريات وأحداث تعظمها، والأصل في إحياء هذه الذكريات الوطنية والاحتفال بها هو أن تكون مصدرا للعبرة ومبراسا للاقتداء. قال سبحانه وتعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقال عز وجل: وذكرهم بأيام الله. ومن هذه الأيام العظيمة التي يحتفل بها المغاربة في 30 من شهر يوليوز من كل سنة ذكرى عيد العرش المجيد، ذكرى تربع أمير المؤمنين محمد السادس على عرش أسلافه الميامين، وهي ذكرى تهدف إلى تقوية معاني الإخلاص والولاء والرابطة الشرعية التي تجمع بين العرش والشعب، للسعي والعمل المتواصل من أجل النهوض بهذا البلد في جميع الميادين. وهذه الذكرى مناسبة للتحدث عن حب الأوطان، ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم القدوة حينما أخرجه قومه من مكة فنظر إليها صلى الله عليه وسلم وهو يخاطبها قائلا: والله إنك أحب البلاد إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت أبدا. ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أحبها ودعا الله أن يرزقه حبها، فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة. فحب الوطن من أفضل الخصال. إن الوطنية الصادقة لا تقتصر على الأحاسيس والمشاعر، بل تتجلى في الأقوال والأفعال. فالوطني الصادق يسهم في تطوير وطنه وبناء حضارته، ويحافظ على أمنه واستقراره. فاللهم أدم على هذه الأمة نعمة الأمن والطمأنينة والسلامة والسكينة ووحدة الصف والكلمة، اللهم آمين.